كل بيت قديم جواه أسرار، وكل لعبة عتيقة ممكن تكون أكتر بكتير من مجرد لعبة، بالذات لو كانت عروسة قماش لها عيون إزاز واسعة تحس إنها بتراقب كل حركة بتعملها. الحكاية بدأت لما ورثت بيت جدتي الله يرحمها اللي في البلد، بيت قديم مقفول من سنين وما حدش بيدخله، كان كبير ومليان حاجات من زمن تاني، تراب وريحة قافلة، وزي ما يكون الهوى نفسه تقيل وساكن. كنت بلف فيه مع العمال عشان نشوف هنوضبوا إزاي، ودخلت أوضة نومها القديمة اللي كانت مقفولة على طول. الأوضة كانت زي ما هي من يوم ما سبتها، سرير نحاس قديم، دولاب خشب ضخم، وتسريحة بمراية مصدية شوية. في ركن من الأوضة فوق صندوق خشب مقفول ومترب كانت قاعدته هي عروسة قماش بحجم طفلة صغيرة لبسة فستان أبيض قديم ومصفر شوية، شعرها صوف أسود هايش، وعينها كانت أكتر حاجة غريبة، إزاز واسع قوي ولونه أزرق باهت، بتبص لقدام بجمود، وفمها مرسوم بابتسامة خفيفة بس مش مريحة بالمرة، كأنها عارفة حاجة أو مستنياك. قلت شكلها أنتيكة وغريبة، خدتها معايا وأنا راجع شقتي في المنصورة، قلت أحطها منظر على الرف في أوضة نومي تكسر شوية ملل الديكور. وبالفعل حطيتها على الرف فوق المكتبة، ووشها باصص للأوضة ونسيت موضوعها تقريبا. تاني يوم الصبح كنت بجهز عشان أنزل الشغل، وعيني جت على الرف، لقيت العروسة بوشها للحيطة، ظهرها هو اللي ناحيتي. استغربت جدا، أنا متأكد إني حطيتها وشها لي. قلت يمكن وقعت، والخدامة ضبطتها أي كلام. رجعتها مكانها تاني وخليت وشها لي وخرجت. لكن الإحساس الغريب بدأ يكبر جوايا. لما رجعت بالليل بصيت على الرف، لقيتها زي ما هي بوشها لي. قلت يبقى أنا كنت بيتهيأ لي. بس وأنا بغير هدومي سمعت صوت خبطة خفيفة ورايا، بصيت بسرعة ناحية الرف، العروسة لسه في مكانها. رجعت بصيت تاني، قلبي وقف للحظة. رأسها كانت ميلة سنة بسيطة ناحية الشمال، وابتسامتها وسعت شوية. حلفت إني مش بيتهيأ لي. لو لسه مكملين القصة لحد هنا وقلبكم جامد، ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك وصلوا على النبي، عشان اللي جاي ده كان بداية الرعب الحقيقي اللي مش أي حد يستحمله. من اليوم ده بقيت براقب العروسة دي بالذات، كل يوم أرجع ألقي فيه تغيير بسيط، مرة راسها ميلة أكتر، مرة دراعها القماش نازل، مرة أحس إن لمعة عينها بقت أقوى. وفي ليلة صحيت مفزوع من كابوس، العروسة كانت بتجري ورايا وماسكة حاجة بتلمع. قمت عرقان وقلبي بيدق، وبصيت في الظلمة ناحية الرف، مكانها فاضي. قلت يمكن وقعت. بصيت تحت السرير، لقيتها مرمية على وشها جنب سريري مباشرة، شعرها مكركب، وفجأة سمعت ضحكة طفلة مكتومة جاية من ناحيتها. شغلت النور بسرعة ورميتها في كيس زبالة ونزلت أرميها بعيد جدا. رجعت البيت وأنا رايق شوية، عدوا كم يوم هاديين، وقلت خلاص اللعنة راحت. لحد ما امبارح وأنا راجع متأخر كالعادة، فتحت باب الشقة ووقفت متسمر في مكاني، نفسي اتقطع عشان شفت فستان العروسة الأبيض متعلق على أكرة باب أوضة نومي، ومكتوب عليه بخط طفل: أنا رجعت ومستنياك جوه.